ممكن تخفف جمالك، فدوة فدوة مو هيك قلنا لك. قلبي فارقني وتركني، عافني بويا لوحدي وانتهى. يا عم جيتك لحد بيتك، ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله، ونص الدين بتمني مرادي غلط وادي، طلبتك قولها ليته. فقير الحال فقير المال، غني المبتغى للهم، أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم، ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم. يا عم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم خاطب وترتضونه دينا وخلقه فزوجوه. سيدنا العزيز أبو علي جايب لك السادة والجاويد وهاي الشيوخ وهاي الوجهاء، طالبين يد كريمتكم، وأنتم جبتونا البارد. ان شاء الله ماكو تعب. هاي قربة الى الله تعالى، هاي الناس جايه قربة الى الله تعالى. بيوت عامره بيوتكم كلها، ساده وياكم وحجاج وياكم. الله يحفظك. الشعب بخد يقول يشربون يشربوا شايفين الخير. الله يحفظك. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وفرعه إلى شعوب وقبائل، أريد لهذه الشعوب والقبائل أن تتصل فيما بينها وأن ترتبط فيما بينها. واقع أن من خير الوشائج ومن خير الأواصر هي آصرة المصاهرة، والمصاهرة علاقة مقدسة يقدسها الإسلام والعرب. ونحن سبق وأن اتصلنا بالسادة، لأنه هذه البنت هي بنت ختنا مو غريبة، فنحن جئنا واقعا لتجديد وتوثيق هذه الآصرة، وإن شاء الله بوجود هذه الوجوه المباركة، وهذا من السادة والجاويد. والسادة إن شاء الله هم أهل لمجيء هذه الوجوه، وإن شاء الله نحن
أهل لحفظ هذه الأمانة وتوثيق هذه الآصرة. وأبو علي ابن المحروس أحمد السيد هم يعرفه، وأم البنيت تعرفه كل زين، فما يحتاج هم نقول لكم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لأن أنتم أدرى به وأعرف به. وإن شاء الله تكون توثيق أكثر، وإن شاء الله ببركة الصلاة على محمد. يا عم أرجوك لا ترمي الشوق في عيني وقلبي المغرم، بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار، لو تعلم لا تحرمنا لا تعدمنا، وربك ما رضى بالظلم. يا عم ناظر ترى الخاطر يبيها من سنين كم، يا راعي الخير هوانا طير، لا توقف في طريق الحلم، وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم. ما هو معقول ولا مقبول أعيش الفكرة دي يا عم، بعد بنتك أنا حلف لك